بصوا بقى، هنقول عشاء، هنقول فطور، لانش بوكس، اللي تقولوه قولوه، سموها زي ما تسموه. عملت بابا غنوج كده وبطاطس مهروسه جنبه، جنب الحاجه الخطيره دي. بصوا بقى، جبت حتتين جبنه على بيضتين على فلفل الوان، قطعته كده زي ما انتم شايفين. هرست الجبنه، طبعا كنت مقطعه البيض قطع كده صغيره برضو زي قطع الفلفل الالوان. بصوا هرست الجبنه اهي كده برضو، وحطيت عليها البيض اللي انا مقطعاه والفلفل الالوان، كله على بعضه، كله خلطه على بعضها، ولا ملح ولا اي حاجه اهو. وحطي بقى الجبن اللي انت عايزاه، اللي انت الحاجه اللي انت عايزاها. بص الشكل الجميل ده بقى. قلبت بقى كله كده في بعضه، بقت خلطه حلوه كده خطيره. وقلت اعمل لهم بقى السندوتشات بطريقه ايه اجمل. بصوا قصيت الدوريه اللي فوق كده وحملتها على تحت، عشان تحمل الاكل اللي هحطه او الخلطه اللي هحطها، تحملها ما تبوش من تحت. بصوا الجمال ده. هنا حطيت في كل رغيف معلقتين اتنين بس، مفيش غيرهم، هي يدوب اهو. بصوا خطيره خطيره، وطعمها كان تحفه والله. عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه، حاجه جديده كده وغريبه وشكلي كده اهو. عملت بقى كل واحد معلقتين. بصوا بقى الشكل الخطير ده اهي كده. خلاص شكرا. قلت ازوقها بقى من فوق الوش، كان عندي حبتين كده جبنه موتزاريلا من الفيديو اللي فات، قلت احطهم كده فوق الوش. يلا بقى ان شاء الله ما حد حوش، ورحت حطاهم كده اهو، عشان يدوا بس منظر جميل. لما احطهم تحت الشوايه تدي بقى منظر جميل كده بيها، بس كده. وحطيتها بقى يلا بينا على تحت الشوايه. جيت بقى من تحت الشوايه على طول كده. بصوا بقت شكلها خطير خطير خطير. ايه رايكم في الجمال ده؟ من النبي مش تنفع فطور، عشاء، تنفع لانش بوكس، اي حاجه. كان طعمها خطير والله، لازم تجربيها. بصوا شكلها تحفه. اقول لكم بقى ايه، باي باي. ويا رب يكون عجبكم الفيديو. قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيه، واقول لكم باي باي.